السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم شوف أشطاري. ما تنسونيش أخوتي من لايك وتعليق بخصوص الموضوع حقيقة مرض الفنانة المغربية فاطمة الزهراء بن ناصر بالسرطان. خليكم معي حتى الأخير وغادي تسمعوا الحقيقة في هذا الفيديو هذا. بعد ما انتشر خبر ديال مرض فاطمة الزهراء بن ناصر بالسرطان، واللي نشرته واحد الصفحة اللي دائما يعني صراحة كتجيب أخبار موثوقة. قالت هاد الصفحة في الانستغرام ديالها: خبر حزين توصلنا به، ممثلة مغربية وتتغني مرة أصيبت بالسرطان خلال الفترة الماضية. تتعجبني ثقيلة وخاطرة وتتسرع أدوارها، ونيت لاعبة بطولة في مسلسل عيدوت في رمضان على الدوزيام. تتعاني وتتخدم كعادتها في صمت. تنتمنوا لها الشفاء العاجل في هذه الأشهر المباركة، والله يقوي جميع مرضى السرطان. هذا الخبر هذا نشرته هذه الصفحة هذه اللي دائما كتنشر أخبار اللي صحيحة. فاخواني اخواتي، مباشره نزلت فاطمه الزهراء بوستات على الانستغرام ديالها، واللي انفات هذا الخبر هذا وكذباته وقالت بانه مجرد اشاعه وهي ما مريضه ما والو. فاخواني اخواتي، كتبت فاطمه الزهراء بن ناصر على الصفحه ديالها: تمت ازاله الفيديو من الصفحه اللي نشرت الخبر الكاذب. نتمنى باقي الصفحات يديروا نفس الشيء، وبركه ما تفايلوا على الناس وتقلدوا بنشر اخبار كاذبه. راه غدا امام الله الحساب. الفنانة فاطمة الزهراء بألف خير والحمد لله، والله ينجيها ويعافيها ويحفظها لأحبابها وللناس اللي كتبغيها من القلب. هذا البوست هذا بوستاتو فاطمة الزهراء على الصفحة ديالها في ستوري ديالها على الانستغرام. مباشرة كذلك نشرت اليوم فاطمة الزهراء الخبر واللي كتنفي فيه هذا الخبر ديال المرض ديالها، واللي قالت في الصفحة ديالها: صباح النور والمحبة أحباب الله، يدخل علينا شهر رمضان بالحب والسلام لقلوبنا وبالرحمة والمغفرة لذنوبنا يا رب العالمين. خبر إصابتي بالسرطان غير صحيح، والله يشافي ويعافي كل مريض يا ربي الحبيب. شكرا على محبتكم وعلى دعواتكم، ولكم بالمثل أضعاف نوايا قلوبكم. فإخواني أخواتي، هذا البوست هذا نشرته واللي نفات فيه فاطمة الزهراء الخبر ديال الإصابة ديالها بالسرطان. هاشم البسطاوي كذلك دخل على الخط وأكد الخبر ديال أن فاطمة الزهراء فعلا مريضة بالسرطان، واللي اكتب على الصفحة ديالو على الانستغرام: الله يشافيك ويعافيك أختي فاطمة الزهراء بن ناصر، أسأل الله أن يرفع عنك البلاء. كيدعي معها. وكذلك نشرت هذيك الصفحة اللي نشرت ذاك الخبر أول مرة، نشرت الصفحة واللي قالت كذلك بأنها فعلا مريضة بالسرطان وما بغاش تقولها للعلن. فكتبت هاد الصفحة هذه: ما تنحطو حتى خبر إلا وحنا متأكدين منه، وإلا غلطنا تنجدلو اعتذار بوجه مكشوف. الخبر اللي نشرنا قبل ماشي كذوب، وحيدناه بناء على شي أمور وحنا ما كتبناش الاسم. وفي التعاليق راه المتابعين ذكروا شحال من فنانه، والبوست كان باش ندعيو مع الفنانه ونتمناو ليها الشفاء، ولكن خلاها ديزيدروس اللي جا قدو الصباط يلبسوه. فهاد البوست هذا مرة أخرى كيأكد بأن الفنانة فعلا مريضة بالسرطان وما بغاش تعلن أو لا تقول بأنني مريضة بالسرطان. واش فعلا فاطمة الزهراء مريضة أو لا ما مريضاش فالله أعلم. إذا كانت مريضة الله يشافيها، واللي كان خبر غير إشاعة فالله ياخذ في الحق اللي كينشر بحال هاد الأخبار هادو، واللي كيتفايل على الناس بهاد الأخبار هادو. بهذا أحبائي كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، في انتظار أخبار جديدة. فما تنساوش اللايك والبارطاج ديال الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش دائما توصلوا ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.